السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مرة تشوفيني معاكي اختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي، ما تنسيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يا رب يا رب، وعد كل مشتاق بزيارة النبي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. خدي لفة في قناتي هتعجبك اوي اوي اوي. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اشتركي من الزر الاحمر اللي تحت قناتي، فيديوهاتنا حلوة وخفيفة وممتعة فيها روتينات جميلة. ويلا نقول بسم الله ونخش بقى على الفيديو. النهاردة هنعمل وصفة عظمة، وصفة هم طالبينها مني، بس المحل اللي بنشتريها منه مقاطعة، فأنا قلت هعملها لهم في البيت وبأحلى طريقة ممكنة وبأقل التكاليف. معايا فرخة 2 كيلو إلا ربع، لو كيلو ونص يبقى أحسن، لو كيلو ربع يبقى أحسن وأحسن. تمام، بس دي كانت 2 كيلو إلا ربع، مش هتخسر. قطعتها قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. بصي على قد ما تقدري تصغري التقطيعة صغري. تمام، معايا مية دافية، معايا قرنفل، معايا حبهان، معايا قرفة، معايا ليمون على المية الدافية. دافية مش سخنة يا جماعة، ركزوا معايا بقى كده عشان الوصفة بتاعتنا النهاردة هتضرب نار. زي ما قلت لكم معايا مية دافية، حطيت عليها ليمون وقرفة وحبهان وقرنفل. تمام، نزلت بقى بمعلقتين سكر كبار زي ما انتوا شايفين كده، وهدوبهم. تمام، وهجيب برضو معلقة ملح كبيرة وهحطها في المية. ماشي اهو زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو هدوبها. تمام، هنسكت على كده. لا ازاي، لازم برضو نحط التركية بتاعتنا. نص كوباية من الخل هتنزلي بيها، نص كوباية بتاعت الشاي هتنزلي بيها على الخلطة دي برضو بالظبط كده اهو. تمام، هتدوبيهم بقى كويس كلهم لحد ما تحسي ان السكر اللي في القعر ده داب والملح داب، كل حاجة دخلت في بعضها كده. هتشمي ريحة تحفة، مزيج من الخليط دوت، هتشمي ريحة تحفة. وبعد كده هتنزلي بالفراخ بتاعتنا اللي متقطعة قطع صغيرة جدا. بعد ما تقولي للراجل قطعها لي، لو لقيتي نفسك عايزة تتقطع تاني انتي بالسكينة وصغريها. تمام تمام، هنسيبها بقى في المحلول دوت بتاع ساعة. تمام، انا سبتها بالظبط ايوه ساعة. ماشي، يعني انا كده كنت نقعاها الساعة 11 الصبح. تمام، ورحت بعد كده مشوار وجيت لمدة ساعة، رجعت اشتغلت فيها تاني. تمام، مش في التلاجة، برا التلاجة عادي. تسيبيها، عايزة مثلا تسيبيها ساعتين تلاتة حطيها في التلاجة. ماشي. المية ليه دافية؟ المية دافية عشان خاطر المكونات اللي انا حطيتها دي كلها احس ان هي امتزجت كده، روايحها طلعت. المية الدافية خلتها ايه، تبوش كده يعني، فاهميني؟ لقيت المية بقى كتير، نقصت شوية كده منها. وبعد كده غطست الفراخ بتاعتي كلها، وهغطيها بأي غطا عندك ستريتش غطيها بستريتش، عندك غطا حابك غطيها اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا، وبعد كده هسيبها واروح مشواري وارجع. هنا كانت بقى عدت الساعة، شايفين بقى لون المية بقى عامل ازاي، والفراخ بتاعتي كمان شكلها بقى عامل ازاي. تمام، هبتدي بقى ان انا نشيلها من المية دي كده كلها واستخلص بقى من المية دي، انا مش عايزاها تاني خلاص. فاهميني؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده، بصفيها كويس، ما تشطفيهاش. تمام، انتي المحلول اللي انتي عاملاه دوت محلول نقع، مش قادرة اقولك خلى الفراخ ريحتها عاملة ازاي وفيها طراوة ازاي. جبت بقى بعد كده ميكس من البهارات عبارة عن جنزبيل، توم باودر، بصل باودر، آه ايه تاني، استنوا. بصوا، آه بصوا، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم، مرقة دجاج، ملح وفلفل، جنزبيل. وهكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. تمام، يعني هكتب لكم البهارات في صندوق الوصف عشان انا مش عارفه انا نسيت حاجه ولا لا، فانا هكتب لكم البهارات كامله في صندوق الوصف. تمام، هتبتدي بقى ان انت تدعكي الفراخ بتاعتك كده بالبهارات، تحسي ان البهارات دخلت فيها كلها. تمام، هعيد معاكم البهارات تاني: توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، آه بابريكا، ملح وفلفل، ومرقه دجاج. انا بحاول والله افتكر لكم المقادير على قد ما اقدر، بس ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف بالنسبه للبهارات، لان البهارات اللي في الوصفه ياما، فهسيب لكم البهارات كلها في صندوق الوصف. معايا بقى هنا كيلو من الحليب او رتل من الحليب، هنزل بيه بقى على الفراخ اللي احنا بهرناها. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين كده، هغطي الفراخ بالحليب بحيث ان انا هسيب الفراخ في التتبيله دي لحد بقى بعد المغرب. فاهميني يعني؟ وزبدية هي كمان، انا كان المفروض ادوب الزبدية في الحليب، بس انا يعني
الاستعجال وحش، فانا حطيت الزبادي على الوش كده برضو ما يجراش حاجه. عندك لبن رايب استعملي لبن الرايب عادي. تمام. ابتديت تغطيه، بصوا بغطسها كده في الحليب عشان خاطر هسيبها بقى من الساعه، انا قلت لكم 12 الظهر لحد الساعه 7 قبل المغرب. تمام تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده، يعني سبتها تقريبا 6 ساعات 7 ساعات. عايزه تسيبيها بايته في التتبيله دي سيبيها، صدقيني النتيجه هتبقى معاكي تحفه تحفه تحفه. اهو بصوا بتاكد بس ان كله، يعني كله اللبن مغطيه، فاهمني. بعد كده سبتها في التلاجة، وهنا بقى كانت الساعة 6:30، قلت اعمل الرز وانا واقفة، وبعد كده اشتغل في الفراخ. معلقة كركم، 1 قرفة خشب، عندك ليمون حطي، انا ما كانش عندي ليمون مجفف. بعد كده جبت رز بسمتي، ده ما كانش ياما، ده كان نص، وللمعلومة النص دوت يعني زاد بكتير، فاهمني. ما اكلناهوش كله، لان يعني بصراحة النص بيديكي مقدار كتير، واحنا مش ملناش تقول على الرز البسمتي، فاهمني. اكيد فاهمين. ابتديت بقى ان انا اقلبه كده زي ما انتوا شايفين في الكركم والقرفة والملح. عايزة تزودي اي نكهة بهارات زودي براحتك، بس هي دي الطريقة بتاعة الرز البسمتي، فاهمني. بعد كده انتي دلوقتي حاطة كوباية رز بسمتي، هتحطي قصادها كوبايتين مية، لان الرز البسمتي بيشرب ميه كتير جدا عن الرز المصري بتاعنا. فانتي لو حاطه كوبايه ميه على الرز المصري، يعني كوبايه رز وكوبايه ميه، لا كوبايه رز وكوبايتين ميه. بعد كده هركن بقى الرز على العين التانية وابتدي اشتغل. جبت بقى حله غويطه عندي عشان خاطر الزيت لازم يبقى مغطي الفراخ بتاعتي عشان تعملي احلى كنتاكي. تمام، هي دي التتبيله بتاعت كنتاكي يا جماعه. هتغطي كده الحلة دي، حطيت فيها رتل من الزيت كده، كان بالنسبة لي الزيت مظبوط جدا يعني، فاهمني. نفس البهارات اللي حطيتها، اللي هو الزعتر والجنزبيل والكركم وال... والشطة والملح والفلفل، وايه تاني، المهم نفس البهارات اللي حطيتها على التتبيلة بتاعت الفراخ هحطها على الدقيق. دول كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية من النشا، كوبايتين دقيق عليهم نص كوبايه من النشا، حطيت عليهم نفس البهارات برضو اللي هكتبها لكم في صندوق الوصف. تمام. وابتديت ان انا اقلبها كويس جدا. بعد ما قلبتها جبت مصفى بقى معايا كده، وابتديت ان انا اطلع الفراخ من الحليب واحطها عشان تتصفى. طب الحليب ده هعمل بيه ايه؟ هنحتاجوه، خليه بس معانا كده، هنحتاجوه عشان الكفر الخارجي للفراخ كده، نعمل لها بقى احلى كفر باحلى تتبيله. تمام تمام. طلعت بقى الفراخ بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين من الحليب. تمام، هركنها بقى كده على جنب، وتعالوا نشوفوا بقى هنعمل الكفر بتاعنا ازاي. الدقيق على النشا على البهارات، هنزل بالفراخ فيه. تمام. هعمل لها الاول كفر دي كده زي ما انتوا شايفين. تمام اهو بصوا، قلبيها كده تقلبتين في الدقيق وضغطه بسيطه بالمعلقه وبايدك، وبعد كده في الحليب. ماشي، نزليها بقى تاني في الحليب، وطلعيها من الحليب حطيها في النشا تاني، في الدقيق يعني بالنشا. اهو بصوا، في الحليب هتاخد لها تقليبه كده، فاهمني. وهرجع احطها تاني في الدقيق بالنشا. اهو بصوا كده عملتوا كفر متماسك جدا. بصي بقى، عايزه تعملي كده مره واتنين وتلاته اعملي، بس الكفر بتاعك هيبقى تخين، وهيبقى عبال ما توصلي مثلا للفراخ هتلاقي نفسك كلتي كفر سميك. انما لو عايزه الكفر خفيف وشكله حلو وطعمه حلو ما يخليش اللي ياكل منه يشمئز، اعملي بس زي ما انا عملت كده، مره في الدقيق مره في الحليب مره في الدقيق. بس في ناس بتعمل الكفر مره واتنين وتلاته، لا احنا مش عايزين الكفر بتاعنا تقيل، فاهميني. فمره في الدقيق مره في الحليب مره في الدقيق كده تمام، وهتعملي احلى كفر للكنتاكي بتاعك، وهتعملي احلى كنتاكي من غير ما تخشي بقى على المقاطعه ولا على الحاجه ديت، وحاجه اولادك نفسهم فيها عملتيها. الزيت بتاعي سخن على النار، هنزل بالفراخ بتاعتي وهوطي النار، هنزل يعني كده النار عاليه. تمام اهو، نزلت بالقطعتين بتوعي او بالتلاته. انا كنت بحط 3 قطع ب3 قطع، وبوطي النار وبسيبها تقريبا من 25 دقيقة ل30 دقيقة على النار عشان اضمن السوا بتاعها. انا كده كده مش مستعجلة، فبراحتي.
والرز هنا بتاعي كان بيغلي اهو زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوه. ما بالكم بقى الريح كانت بصوا وهم كده وهم اهو. بصوا بوريكوا تاني زي ما انتوا شايفين اهو. المهم بقى زي ما انتوا عارفين كده انا تعبت في الفيديو دوت، وبحاول ان انا اقدم لكم حاجه والله كويسه، وبحاول ان انا اظبط الاضاءه والكاميرا. فما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. قناتنا حلوه وخفيفه ولذيذه، خشي بس خدي لفه فيها تعجبك قوي 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 بجد. تمام اهو. بصوا بوريكم انا كنت شغاله طبعا في النار الفراخ والرز على النار، وفي نفس الوقت بعمل الكفر بتاع الفراخ بحيث ان انا ابقى ايه بقلي بس، فاهميني، بحمر بس كده. تمام. ما خدتش على فكرة برضو معايا وقت، كنت بسيبها في النار من 25 دقيقة مثلا ل30 دقيقة عشان اضمن سواها، بس كنت مستمتعة عشان بعمل لهم حاجة هم بيحبوها. وزي طبعا كلكم ما عارفين انا المطبخ بتاعي فاتح على الصالة وعلى يعتبر الريسبشن، فانا واقفة معاهم، يعني انا بعمل الاكل وواقفة معاهم. هنا الرز ده بصوا كان ابتدى خلاص يتشرب، وطيت عليه خالص، وادي اول نتيجة يا جماعة تحفة. يعني انا كنت حاطه 3 قطع، هم اخدوا قطعه اكلوها، وانا اهو بصوا هياخدوا قطعه دلوقتي ياكلوها وانا بصور، فاهمني. شايفين الجمال والحلاوه، شايفين تحفه، والكفر مش سميك، وبصوا حاجه كده تحفه. هنا هو كنت طلعت كميه محترمه. تمام. حتى لو عندك عزومه وعملتي الاكله دي هتشرفك جدا جدا. وادي الرز بتاعي، هشيل بقى عودين القرفه دولت كده وهغرفه اهو. شايفين الجمال والحلاوه يا جماعه، والله تحفه. بصوا مفيش رزايه بالمقادير الميه اللي انا قلتها لكم وبالمقادير اللي احنا عملناها، مفيش رزايه لازقه في الحله معايا. شايفين حاجه تحفه تحفه تحفه. جبت بقى الصينيه بتاعتي الكبيره وفردت عليها الرز، وهرص لهم عليها الكنتاكي. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم زي الاكل ما عجبهم. كانت حاجه تحفه كده. وعملنا كمان سلطه وطلعنا مخلل، مع ان محدش هوب لهم، بس برضو تكمله الاكل. والسلطه دي بالذات اعمليها في كل اكله، لان فيها فايده غذائيه عاليه قوي لو عندك اطفال. فيها حاجات مفيده جدا، فيها خضروات جميله. حاولي ان انت تاكلي الاولاد سلطه كتير عشان خاطر تنمي قدراتهم. اهو ابتديت بقى ارص الكنتاكي بتاعي اهو. شايفين الصينيه دي وهم يا جماعه، الصينيه دي وهم، فاهميني. الصينيه دي كده ايه نعملها مثلا بمعدل ايه، بمعدل صينيه محشي. احنا عايزين نعمل محشي يا جماعه، خليكم معايا. احنا بصوا احنا يعني شعارنا مش عارفه اقول لكم ايه، مفيش حاجه عندنا اسمها رجيم مفيش حاجه عندنا اسمها هنخس. شايفين بقى الجمال والحلاوه. بصوا بجد تحفه تحفه تحفه. والفراخ مقرمشه ومستويه جدا من جوه على فكره، وقسما بالله كان سواها حلو جدا ومستويه قوي. جربيها هتعجبك جدا جدا جدا. وبصوا شايفين يعني على رأي حمدي ووفاء، يا سيدي يا سيدي بجد على الصينيه دي. هنا دي كانت سخنه، كل ما امسك واحده الاقيها سخنه، عايزه امسك واحده من اللي انا مطلعاهم الاول عشان احس ان هي بارده، فاهمني. بصوا شايفين بقى الجمال والحلاوه والتناسق في الالوان. انا بصوا انا بعمل كده حاجات تحفه والله. المهم انزلي اشتركي من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو على طول، واعملي لي لايك، هيوصلك كل جديد. فيديوهاتنا حلوه وخفيفه وممتعه، مش مكلفه، روتينات جميله جدا. خشي بس كده خدي لفه في القناه هتعجبك قوي قوي قوي. وشايفين بقى الجمال والحلاوه. واستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.